السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده صوابع زينب بالبرتقال بكوبايه من دي هتعمل لك احلى كميه. طبعا ما شافش قناتي دي قناه مطبخ صافي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هنا معايا كوبايه من الدقيق، اي نوع دقيق عندك. ضفت عليهم كمان كوبايه من دقيق السميد، كوبايه من السمنه، ربع معلقه من الخميره، ما تكترش طبعا خميره، معلقه من النشا بيخليها لك متنشفه وحلوه، معلقه من السكر، باكو من الفانيليا ورشه من الملح، وبس كل المكونات زي ما انتم شايفين كده حلو جدا معايا. بعد كده هنا معايا كوبايه من الميه الدافيه، لميت كده بيها المكونات، انا مش بعجن، أنا بس لميت كل المكونات في بعض. بعد كده قسمتها، عملت نصها بالبرتقال ونصها بالفانيليا. ده كده شكلها، سيبها ترتاح 5 دقايق وارجع لكم تاني. كده بدأت ان انا اشكلها. طبعا لما عندكيش اي حاجة تشكلي بيها، اسهل طريقة المصفى اللي انت شايفاها كده تشكلي بيها. طبعا وانت بتسوي صوابع زينب ما يكونش النار عالية جدا على الزيت عشان ما تحرقش منك وما تبقاش مستوية، وكمان ما يبقاش الزيت النار واطية وصوابع زينب تشرب منك زيت، وطبعا ما يكونش مستوية. يعني خلي النار متوسطة. ده كده شكلها بالبرتقال، بجد يا جماعة طعمها تحفة جدا جدا. ده كده شكلها بالفانيليا، شايفين كوباية من دي عملت لنا كمية حلوة جدا. والسلام.